عندي اقتراح كده ممكن اقوله سريعا كده، بما ان كل الزملكاويه طالعين يهنوا بتوع بيراميدز. يعني خلاص دلوقتي هم فقدوا الامل وفقدوا الشغف ان فريقهم يعمل اي حاجه في اي حاجه خالص، فابتدوا يروحوا مين بقى؟ بيراميدز. يعني بما ان بيراميدز هو اللي قريب شويه، وعارف انت اللي هو ايه، القرعه بتتباع بشعر بنت اختها. فانا عندي اقتراح والله يا جماعه، بما ان بيراميدز فريق معاه فلوس وما عندوش جماهير، والزمالك جماهير ومفيش فريق، طب ما تيجي نعمل الميكس ده، ميكس حلو. بتوع بيراميدز ياخدوا جماهير الزمالك و... وبتوع جماهير الزمالك يشجعوا بتوع بيراميدز. مش هتفرق معاكم بقى خطين حمر خطين بيض، يعني الكلام ده شكليات يا بتوع الزمالك يعني. وهناك الدنيا حلوه، وجبات وفلوس وبتاع، وانا شايف ان الموضوع ده والله يا جماعه يمشي. يعني اعملوا ميكس انتوا الاثنين كده وعيشوا مع بعض، واحنا لما نقابلكم برضه هنحط عليكم. عادي يعني. اوعى تكون مفكر لما انت تلبس لي ازرق وانت تلبس لي ابيض، انا احط عليك سواء هنا ولا هنا، يعني مش فارقه كتير. بس انا شايف والله يعني كميه الحب والود والحاجات الجميله الملزقه اللي تفقع ديا كده دي، يعني اندمجوا بقى مع بعض بقى يا جماعه، وعادي زي القبائل كده، واتجوزوا من هنا ودول يتجوزوا من هنا، او يعني دول من هنا ودول من هنا برضه، ومشوا حياتكم يا جماعه عادي. يعني يا جماعه غريب جدا والله العظيم امر جمهور الزمالك ده، يعني اول ما اشوف جمهور بيشجع فرقتين، يعني غريبه. انا بالنسبه لي غريبه، يعني انا كاهلاوي عمري ما اشجع حاجه غير الاهلي، انما انا الشخص الزملكاوي ابو دماغ بخاخه انت بتشجع اي حد اي حاجه. انت عدى عليك 3 4 سنين بقيت تلبس تيشيرتات كل الفرق اللي انا بقابلها، لدرجه ان انا بقيت شاكك اصلا انت يعني انت مين، انت فين. فانت مش هيفرق بالنسبه لك قوي تشجع زمالك، تشجع بيراميدز، تشجع ترجي، تشجع هلال، باشا شجع اي حد يا باشا، انت ليك انك تفرح. طالما بيراميدز بيفرحك، تعالوا انا مرجحك.